بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم أما بعد. الكلمات التي خالف فيها أبو جعفر حفص. سورة الحج. رقم الآية 5. نشاء إلى. قرأ بتسهيل الهمزة الثانية بين أو إبدالها واوا خالصة مكسورة. نشاء إلى. نشاء إلى. وربت. قرأ بزيادة همزة مفتوحة بين الباء والتاء. وربأت. 13. لبئس معا. قرأ ببداء الهمزة ياء مادية. لبيس. 17. والصابئين. قرأ بحذف الهمزة. والصابين. 22. من غم. قرأ بإخفاء النون الساكنة عند الغين مع الغنة. من غم. 23. ولؤلؤا. قرأ بدال الهمزة الأولى واوا مادية. ولؤلؤا. 25. سواء العاكف. قرأ برفع الهمزة. سواء العاكف. والبادي ومن. قرأ بإثبات الياء وصلا. والبادي ومن. 26. بوأنا. قرأ ببدال الهمزة ألفا مادية. بوانا. 27. يأتوك. يأتين. قرأ بدال الهمزة ألفا مادية. ياتوك. ياتين. 30. فهو. قرأ بإسكان الهاء. فهو. 31. فتخطفه. قرأ بفتح الخاء وتشديد الطاء. فتخطفه. الريح. قرأها بوجهين، واحد بفتح الياء وألف بعدها على الجمع. الرياح. 2 بسكون الياء من غير ألف على الإفراد كحفص. 40. دفع. قرأ بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها. دفاع. لهدمت. قرأ بتخفيف الدال. لهدمت. 44. أخذتهم. قرأ بإدغام الذال في التاء. أخذتهم. 45. فكأي. قرأ بألف مادية بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة مسهلة وبعدها نون ساكنة مع المد والقصر، والمد أفضل. فكاهن. فكاهن. وهي. فهي. قرأهما بإسكان الهاء. وهي. فهي. وبئر. قرأ بدال الهمزة ياء مادية. وبير. 48. وكأين. قرأ بألف المادية بعد الكاف وبعدها همزة مكسورة مسهلة وبعدها نون ساكنة مع المد والقصر، والمد أفضل. وكاهن. وكاهن. وهي. قرأ بإسكان الهاء. وهي. أخذتها. قرأ بإدغام الذال في التاء. أخذتها. 52. أمنيته. قرأ بتخفيف الياء. أمنيته. 54. فيؤمنوا. قرأ بدال الهمزة والمادية. فيؤمنوا. 55. تأتيهم. يأتيهم. قرأهما بإبدال الهمزة ألفا مادية. تاتيهم. ياتيهم. 58. له. قرأ بإسكان الهاء. له. 59. مدخلا. قرأ بفتح الميم. مدخلا. 60. لعفو غفور. قرأ بإخفاء التنوين عند الغين مع الغنة. لعفو غفور. 62. يدعون. قرأ بالتاء مكان الياء. تدعون. 63. لطيف خبير. قرأ بإخفاء التنوين عند الخاء مع الغنة. لطيف خبير. 64. له. قرأ بإسكان الهاء. له. 65. السماء أن. قرأ بتسهيل الهمزة الثانية بين.
السماء. 66 وهو، قرأ بإسكان الهاء وهو. 72 وبئس، قرأ بدال الهمزة ياء المدية وبيس. ومعلوم ما في السورة من صلة ميم الجمع لأبي جعفر، ومعلوم ما لأبي جعفر في السورة من الخلف في النون الساكنة والتنوين من الغنة وعدمها إذا أتى بعدها لام أو راء موافقا حفصا. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.